مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو التاني من حل لابات بورت سويجر، آه، ثغرة البروكن اكسس كنترول. تمام. بإذن الله ده اللاب التاني. احنا الفيديو اللي فات حلينا اللاب الأولاني، الفيديو ده هنحل اللاب التاني. بيقول لك ايه في اللاب التاني؟ عندك ادمن بانل مش برودكت. تمام. مش محمية، واللوكيشن بتاعها في مكان مش متوقع في الويب ابلكيشن. تمام. بيقولك عشان تحل اللاب ده لازم لازم تدخل على الادمن بانل وتمسح مين؟ وتمسح كارلوس. طيب، اول حاجه هنأكسس. بعد ما نأكسس كده هنشوف الويب اتكلم عن ايه. هنا عندنا لوجين، هنا هوم، هنا اهو. تمام. مفيش حاجه جديده يعني. مفيش اي حاجه. طيب، اول حاجه اتعلمناها هنشوف السورس كود. خلينا كده نشوف السورس كود بيقول ايه هنا كده. تمام. هنا لينك. تمام. تمام. مفيش اي حاجه لحد دلوقتي. هنا اهو هوم. هنا كده بص بيقول لك ايه. هنا كده في function script لايه؟ للادمن بانل. اهي بيقول لك دي الادمن بانل. طب ما تيجي كده ناخد ده كنترول سي، نرجع هنا كنترول في انتر. انا كده ادمن بانل. طب ما تيجي كده ندلت وينر. طب كارلوس، اللي بيتحل ليه؟ عشان دلت كارلوس زي ما هو كان طالب. ودي كده آه يعني السورس كود ده احيانا الديفلوبر بيسيبوا فيه حاجات. السورس كود ده مهم جدا. حتى لو انت مش هتقعد تبص عليه، انت ممكن تبعته للاي اي وتقول له شوف لو في اي حاجه غريبه في السورس كود ده. تمام. طبعا ما بفضلش الاي اي علشان ما تلغيش دماغك وما تتعودش عليه، ولكن هيوفر عليك وقت. بس انت في البدايه ممكن تقراه كده بحيث انك تحاول تفهمه. وده كده كان اللاب التاني، وباذن الله استنونا في فيديو جديد في حل اللاب التالت في سلسله حل لابات بورت سويجر ثغره البروكن اكسس كنترول.